عارفين إيه أصعب حاجة ممكن تحصل لواحدة بتحب وبتثق في خطيبها؟ مش الخيانة، لأ، مش إنك تكتشفي سر كبير. الأصعب لما اللي حواليكي يكسروكي واللي منك المفروض يحميكي يتفرج. أنا كنت فاكرة إني في حلم وردي، خطوبة وعايشين قصة حب، لحد ما ثانية واحدة، كلمة واحدة، كشفت لي وشوش كتيرة وقلبت كياني. عمركم ما هتتخيلوا إيه اللي ممكن تشوفوه وتسمعوه بالغلط اللي يكشفلك إنك كنت عايشة في وهم. الكلمة دي كسرتني نصين. حسيت إني رخيصة، إني ماليش قيمة، وإن اللي اخترته ما حمانيش. اللحظة دي مش هتتنسي من بالي أبداً. إيه اللي ممكن يكسر قلب بنته أكتر من إنها تحس إنها مش كفاية، وإن اللي بتحبه مش شايفها أحسن واحدة في الدنيا؟ تعالوا أحكي لكم إزاي ليلة كانت عادية قلبت كابوس، كشف كل حاجة. يا جماعة الخير، أنا اسمي سارة، وعمري ما كنت أتصور إن يوم من الأيام هقعد أحكي قصتي بالطريقة دي. حياتي كانت ماشية زي الساعة، هادية ومستقرة. أنا بنت بسيطة، بحب البيت وبحب أهلي، وكنت بحلم من وأنا صغيرة إني ألاقي الراجل اللي يكملني ويسعدني. ولما قابلت أحمد خطيبي حسيت إن ربنا استجاب لدعواتي. أحمد شاب كويس، ابن ناس، شكله مقبول، وكمان كان بيعاملني بكل احترام وطيبة. كنا بنخرج بنتكلم في كل حاجة، كان بيحسسني إني ملكة وإنه فخور بيا قدام أهله وأصحابه. كنا بنخطط لمستقبلنا، لشقتنا، حتى الألوان الحيطان كنا بنتفق عليها. كان كل يوم بيعدي بيثبت لي إني اخترت صح. في يوم من الأيام كنا قاعدين في كافيه عادي بنشرب حاجة ونتكلم. أحمد كان بيوريني فيديو ظريف على موبايله، فيديو لقطة بتعمل حركات مضحكة أو حاجة زي كده. المهم، الفيديو ده ما كانش متسيف عنده، كان في تشات على الواتساب مع صاحبه طارق، يا ريته ما كان صاحبه، فطلعه من التشات عشان يوريهوني. قعدت أتفرج على الفيديو وأضحك، وكنت مبهورة بيه وبذوقه باللي دايما بيضحكني. لما الفيديو خلص جيت أخرج من الواتساب، عيني جت بالصدفة على رسالة كانت تحت الفيديو مباشرة، رسالة من طارق لصاحبه أحمد. كان أحمد منزل صورة لينا إحنا الاتنين ستوري، صورة كنا فيها مبسوطين ووشوشنا بتضحك، وصاحبه طارق ده عامل ريبلاي على الستوري. أنا من كتر ما كنت واثقة في أحمد ومطمنة ما خطرش في بالي إني ممكن ألاقي أي حاجة تزعلني، لكن اللي قريته في لحظة ما أقدرش أوصف لكم إحساسي ساعتها. طارق كان كاتب بالحرف الواحد: مش قادر أقتنع إن دي خطيبتك، ذوقك وحش، ده أنت أحلى منها 100 مرة. حتى خطيبتي لما شافتها في يوم خطوبتكم قالت لي إنها مش حلوة. قلبي وقع في رجلي، دماغي لفت. هو إيه اللي أنا قريته ده؟ أنا سمعت صح؟ إيه الإهانة دي؟ وإزاي أحمد سيد صاحبه يقول عليه كده؟ عيني نزلت على رد أحمد اللي كان تحت رسالة صاحبه مباشرة. كنت مستنية رد يغسل قلبي، رد يقول لصاحبه دي خطيبتي، دي شرفي، دي روحي، إزاي تقول عليها كده؟ كنت مستنية كلمة تدافع عني، كلمة تمحي اللي قريته. لكن الرد كان صاعق. الرد كان: يا عم مش كل حاجة الشكل، هي طيبة ومحترمة وبنت ناس وده المهم. الكلام دخل في دماغي زي السكينة في الحلاوة. يا عم مش كل حاجة الشكل، يعني إيه مش كل حاجة الشكل؟ يعني شكلي وحش؟ يعني أنا فعلا مش حلوة في نظره؟ يعني هو بيعترف بكلام صاحبه؟ هي طيبة ومحترمة وبنت ناس وده المهم. يعني ده المهم عشان يستحمل شكل اللي مش عاجبه؟ يعني هو بيختارني على أساس الصفات اللي تعوض عيبي اللي هو شكلي؟ حسيت إني بضاعة، حسيت إني ما تأهلتش أكون خطيبته بشكلي، لأ، دي شوية صفات كده عمل التمن. بصيت لأحمد كان لسه بيضحك على الفيديو، ما لاحظش إن وشي اتغير ولا إن روحي اتسحبت مني. حسيت إن الدنيا بتلف بيا، أنا اللي كنت شايفاه سندي وحمايتي سابني اتهزق قدام صاحبه وبيرد رد ما فيهوش أي ذرة دفاع عني. ده ما دافعش عني، ده أكد كلام صاحبه بطريقة غير مباشرة. إزاي أكون مع واحد بيشوفني كده؟ إزاي أعيش مع راجل مش شايفني جميلة في عينه؟ إزاي أثق فيه تاني بعد ما عرفت إنه بيرد على صاحبه بالشكل ده؟ قمت من مكاني بصيت له بسكوت وهو مستغرب. قلت له: أحمد، أنا عايزة أمشي دلوقتي. هو حس إني اتغيرت، قال لي: مالك يا حبيبتي، في حاجة حصلت؟ قلت له: بعدين لما نروح. كنت عايزة أهرب، كنت عايزة أعيط، كنت عايزة أختفي. وصلت البيت ودخلت أوضتي، فضلت أعيط وأعيط. كل كلمة قريتها كانت بتتردد في وداني: ذوقك وحش، أنتي أحلى منها 1000 مرة، مش حلوة،
والكارثة الأكبر يا عم مش كل حاجة الشكل، هي طيبة ومحترمة وبنت ناس، وده المهم. الفيديو ده مش بس عن رد صاحبه، الفيديو ده عن رد خطيبي اللي كان أصعب من كلام طارق. الفيديو ده عن الثقة اللي اتهزت، عن الكرامة اللي اتجرحت، عن إحساس إنك مش كفاية. إيه اللي المفروض أعمله بعد اللي حصل ده؟ أكمل معاه وأعيش العمر كله حاسة إني مقضية الغرض بصفاتي الطيبة، ولا أكسر خطوبتي وأتحمل وجع قلب الدنيا كلها عشان كرامتي؟ ده السؤال اللي لسه لحد دلوقتي ماليش إجابة عليه.